يا نهار أبيض يا جماعة، الدنيا مولعة نار في الشرق البعيد. الناس كلها بتبص على الشرق الأوسط وسايبين اللي بيغلي هناك في بحر الصين الجنوبي، المكان اللي بقى كأنه قدر بيغلي على نار هادية وكل شوية يفقع فقاعة جديدة. القصة بدأت لما الصين قررت تقول للعالم كله البحر ده بتاعي من زمان بالتاريخ وبالحق، ورسمت خط على الخريطة كده اسمه خط التسع نقاط، وقالت ببساطة كل اللي جوه الخط ده بتاعي. يعني بالمصري كده قالت اللي عايز يشرب من البحر يشرب بس من إذني. طبعا أمريكا ما سكتتش وبعتت حاملات طيارات عملاقة وقالت للصين استني يا حبيبتي، البحر مش عزبة. والدنيا بدأت تسخن. بس اللي حصل بعد كده كان فيلم أكشن كامل. طيارة F-18 أمريكية وقعت من فوق الحملة ومعاها مروحية كمان، كارثة بمعنى الكلمة. ترامب نفسه طلع يتكلم وقال الموضوع مش طبيعي. الناس بدأت تتكلم، فيه اللي قال عطل فني واللي قال تشويش صيني واللي قال يمكن درون صغير ضربها ومحدش خد باله. بس في النهاية الحقيقة المرة كانت واحدة، أمريكا اتفضحت قدام الصين، والصين كانت فرحانة على الآخر. طلعت طياراتها جاي 15 وطردت مقاتلة F-22 من البحر، وقالت لهم كده بعين قوية البحر ده ملعبنا يا عم مش بتاعكم. وهنا بقى دخل بوتين من بعيد، بس مش داخل حرب، داخل بخطة شيطانية. روسيا راحت باعت لفيتنام 40 طيارة سوخوي 35 ومعاهم أحدث أجهزة تشويش ورادارات، صفقة تقيلة ب8 مليارات دولار. وفيتنام كانت طايرة من الفرحة وقالت لأمريكا شكرا يا عم ترامب، بس احنا هنجيب سلاحنا من الناس اللي بتوفي بالوعد. ليه فيتنام عملت كده؟ علشان ببساطة هي بتكره الصين كره الموت. التاريخ بينهم مليان دم واحتلال وحروب وإهانات، فطبيعي أول ما تلاقي فرصة تزود سلاحها ضد التنين الصيني تمسكها بإيدها واسنانها. أما أمريكا سايبة روسيا تبيع براحتها طالما اللي بيتوجع في الآخر هو الصين، يبقى كله تمام. أما بوتين فده لعب سياسي على أعلى مستوى، بيقول لشي جين بينج بابتسامة هادية إحنا أصحاب، بس ما تفكرش إنك هتبقى الكبير عليا. المنطقة كلها دلوقتي عاملة زي برميل بارود، كل واحد ماسك عود كبريت، واللي يولع الأول هيشعل العالم كله.